في حاجات هقولك عليها النهاردة وأقولك عليها. لما تلاقي الشخصية اللي قدامك وقدامك بيعملها أو بتعملها، يبقى لازم حتما ولا بد تتوقف مطلقا عن إنك تبعت لها أو تبعتيله أي رسالة أو تكلميه. تعالوا أقولكوا إيه هي الحاجات دي. لما تلاقي اللي قدامك بيتظاهر إن هو مشغول وبيتجنب إن هو يكلمك خالص. كلنا مشغولين وكلنا عندنا انشغالات، عادي جدا، لكن ان انا اتجنب ان انا اكلمك، خصيصا لو شخص خلي بالكم انتوا بتعزوه او بتحبوه تحديدا. اما بتكلمش عن الاشخاص اللي علاقتكم بيها مش العشم واخدكم، ولا انه في سنس حاجه، ولا في معزه ولا غلاوه ولا صحوبيه مثلا، ولا انه حضراتكم مثلا ما فيش وليكن حب او ارتباط شخصي يعني ما بينكم ومن بعض. ما بتكلمش على الاشخاص اللي علاقتكم بيها سطحيه، انا بتكلم على الاشخاص ان انتوا بتحبوهم او بتعزوهم او في غلاوه او في سنس معين انه ما ينفعش ان هم يصدروا منهم الاشياء ديت. تمام كده. فلما تلاقيه او تلاقيها مشغول طول الوقت وبيتجنب ان هو يكلمك وانت مش في دماغه ولا انتي، ما ينفعش ان انتي تبعتي له اي رساله ولا تكلميه. لما تكوني بتكلميه او بتكلمها مثلا شاتنج ولا فون، وتلاقيها بتنهي التليفون على طول، مش عشان في حاجه ضروريه، لا يختلف. هي مش حابه تتكلم، هي بتبدأ تبعد او هو بيبدأ يبعد، فخلاص مش هفرض نفسي اكيد وابتدي ان انا اتكلم. في فرق ما بين ان انا ادي العذر مره واتنين وتلاته، لو انا عارف فعلا ان الوقت ده بس هو بيبقى منشغل فيه او في ضغط شويه او في ظرف ما. مره بتحصل فين وفين حاجات وانا مشاركه الشخص ده حياته او حياتها، لكن في فرق ما بين ان انا لا، ده الموضوع بيتكرر عمال على بطال طول الوقت طول الوقت، ومفيش حد كده، ما احنا حياتنا كلها فيها امور كتير. فاهميني؟ فده تماما مينفعش ان انا ابعت له ولا اتكلم معاه تاني. لما تحسي ان الشخص ده ما بقاش منجذب ليكي، ولا في انتباه كده ان انت شاغله دماغه او موجوده، والعكس كمان انت كمان، فبالتالي انا هتعامل مع شخصيه انا مش مالي حياتها او بينجذب اليا ليه. اراجع نفسي، جايز يكون ايوه عندي خطأ، وارد. اشوف يمكن انا اللي فيا المشكله، وارد. ولكن لو انا ما وجدتش اي حاجه من دي ولقيت ان هو خلاص، يبقى مش بعيد يكون شاف حد تاني او هي شافت حد تالت وانا ما اعرفش طبعا، فبالتالي لازم ابعد خالص وما بعتلوش اي حاجه. لما تلاقي الشخصية اللي قدامك بتقعد وقت طويل جدا عشان ترد عليكي، بل ممكن ايام وليالي لما تفكر ترد على الواتساب في اي رسالة او على الفيسبوك شاتنج او في اي مكان إن كان او على التليفون كمان، ويجي بقى لو رد بعد كام يوم يقولك او يقولك يقولك او تقولك ايه، معلش اصل انا كنت مشغول، اصل ما خدتش بالي، اصل مش عارف ايه. هنرجع تاني نقرر ونقول طول الوقت احنا كلنا مشغولين، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ظروف وجوابات، بس اللي عايز يهتم بحد هيهتم بيه. لما تلاقي نفسك ان انت طول الوقت انت اللي بتبتدي، انت الطرف الوحيد او انت الطرف الوحيد اللي دايما بيبتدي بالكلام، سواء فون تتصلي سواء شاتنج سواء ايا كان، وهو ولا مره بيتصل، وهو ولا مره بيكلمك، وهي ولا مره او مره يتيمه، وانت اللي طول الوقت انت لو ما كنتش بالبلدي كده انت اللي تبعت او انت اللي تبعتي او انت اللي تتواصلي، تلاقي الشخص اللي قدامك مفيش. ده حبيبتي تقفلي عليه بالدب والمفتاح، ومش بوصل ماما ولا بوصل بابا حتى والله، ده تحطيه كده في كرتونه على جنب وما تكلموش تاني، روحي. في نوع كده من الشخصيه بقى لما تلاقي بتمن عليك بوقتها، يقول لك انت خدت من وقتي، انا كنت مشغول، انا اديتك كتير، ايا كان بقى الاسلوب بيجي ازاي. ده انا خدت من وقتي النهارده عشان اكلمك، ده انا مش عارف النهارده انت ما تعرفيش انا عملت ايه من وقتي، انا كده ضيعت وقت كتير، انا كنت معطل نفسي في شغلي على فكره وعلى كذا وكذا وكذا عشانك. المن المن ده مش حلو خالص. احيانا ممكن يصدر مننا بعض الكلام بالاسلوب ده، بس في لحظات معينة كعتاب على الشخص، وفي امور بعد حاجات كتير بقى، حاجات كتير قوي. لكن ان الشخص يصدر منه ده بدون الحاجات الكتير وعلى طول كده، وان هو يمن عليك كده في لحظة او بالطريقة دي، لا ده شخص ما يستحقش ان انت تتعامل معاه تاني اصلا ولا تكلميه. واخيرا، اللي يحبنا نشيله جواننا من عيوننا، اللي يهتم بينا نهتم بيه عشرات المرات والألوفات طبعا، اللي يقدرنا ويحترمنا ويعرف قيمتنا، يا لهوي ده على الراس والعين والنني. اللي ما يعملش كل ده ويقعد يتلكك
وتلاقي منه حوارات وكلام وحجج، واصلك انا مشغول، واصلك انا تعبان، واصلك انا قرفان، واصلك انا ما، واصلك كنت بعمل بيبي، واصلك انا خالص.